عارف الإحساس اللي بيجينا إن كل يوم لما تحس نفسك طول آخر اليوم إنك ما عملتش حاجة، تبص في الموبايل بتلاقي نفسك إنك قاعد 6 7 8 ساعات على السوشيال ميديا بتعمل سكرولينج بس. في حاجات كتير في اليوم الوقت بيطير فيها وأنت مش واخد بالك ليها. النهاردة هقولك على 5 حاجات في الوقت بيطير فيها وأنت مش واخد بالك ليها. هي نقطة السوشيال ميديا وسكرولينج اللي نهائي، أنت كل يوم قاعد على السوشيال ميديا بتعمل سكرولينج بس، وتقضي فيها أكتر من 6 7 8 ساعات. في آخر اليوم تحس إنك فعلا قاعد الوقت ده كله معملتش حاجة. جرب إنك تخلي وقت معين في يوم إنك تقعد فيه على السوشيال ميديا وتتفرج فيه عن طريقة معينة. بيفضل لو إنك هتتعلم حاجة أفضل من إنت قاعد بلا نهاية. تاني نقطة وهي نقطة مهمة جدا، قعدة ال5 دقايق اللي بتقلب معاك بالساعات. بتقعد أنت وصاحبك ترغي في حاجة، موضوع معين عايز ترغي فيه، تلاقي نفسك وقت كده والوقت كله عدى. برضو جرب إنك تخلي وقت معين لصاحبك أو وقت معين لأصحابك إنك تقعد معاهم وتتكلم معاهم في مواضيع تتكلم معاهم أنت عايزها، بس مش بيبقى لا نهائي كده. تالت نقطة وهي نقطة كلنا بنحبها وهي نقطة جيم واحد وهمشي، وتلاقي نفسك استحلت في اللعبة واستحلت في البلاي ستيشن ومبقتش جيم واحد بقى الموسم كله تلعبه. رابع نقطة، ما تخليش الناس تاكل من يومك وانت ما عملتش اي حاجة، لمجرد ان هم خلصوا الحاجات اللي معاهم وفاضيين في الوقت ده فيجوا يتكلموا معاك ويرغوا معاك وانت تلاقي نفسك اليوم خلص ما عملتش فيه اي حاجة. خامس نقطة وهي أهم نقطة فيهم، حلقة واحدة هقوم أشوف اللي ورايا. بتلاقي نفسك إنك مخلص الموسم بأجزائه كله وداخل على حاجة تانية جديدة، وتبص في الساعة تلاقي اليوم كله خلص وقاعد لغاية الفجر أنت بتتفرج على مسلسلات ومخلصتش حاجة. عايز أقولهولك إن الوقت فعلا مش بيطير، الوقت إحنا ممكن نضيعه في حاجات معينة مفيدة متخليش يومك يفوت ولا كأنه معملتش فيه أي بصمة. سيب بصمة في وقتك وسيب بصمة في يومك، على الأقل إنك ممكن تتعلم فيما بعد حاجة بدل قعدة المسلسلات. حلوة وكل حاجة تمام، مش بقولك ما تعملهاش وما تروحش الجيم وما تروحش البلاي ستيشن، لا اعمل كل ده، بس كل حاجة بوقت معين ومنظمه. هتلاقي نفسك اتعلمت ولعبت وقدرت إن أنت تقضي وقت مع أصحابك وقرايبك. سلام.